الفيديو ده انا هتكلم عن تذاكر طب في مصر ولا بره مصر، ولو ذاكرته في مصر يبقى كليه خاصه ولا كليه حكومه. انا ندى دكتوره بشريه، مدرس مساعد في كليه الطب. تخطيط ده للابهات والامهات او للطلبه اللي هم ناويين ان شاء الله يخشوا كليه الطب. طيب باختصار كده، هل تذاكر الطب في مصر ولا بره مصر؟ والله على حسب انت متارجت حكومه ولا متارجت خاصه. لو متارجت كليه حكومه طبعا قطعا تذاكر في مصر في كليه حكومه. ليه؟ مش من حلاوه الحكومه بصراحه، ولا مع ان انا شغاله في جامعه حكوميه، بس مش من حلاوه الحكومه، تمام؟ ده عشان نبقى متفقين، ولا حلاوه المنهج ولا اي حاجه من الحاجات دي. السبب الرئيسي والاساسي هو التكلفه. انت يعتبر بتذاكر الطب قرب ببلاش. انت مصاريفك ايه؟ 1000 2000 جنيه في السنه، ده ببلاش مقارنه بالكليات الاهليه والكليات الخاصه، والسفر بره مصر مؤكدا. هتقولي طب والله انا عايز ان انا اسافر بعد ما اتخرج، عايز اشتغل دكتور بره مصر، انا مش عايز اشتغل دكتور في مصر ولا عايز اعيش في مصر. حلو جميل، اعمل معادله بعد ما تتخرج. تكلفه المعادله، اعلى معادله هتكون مثلا المعادله الامريكيه، هتصرف كام؟ 20000 دولار. ادي تكلفه المعادله الامريكيه. المعادله البريطانيه حوالي 250,000 جنيه. فانت في كل الاحوال هتصرف في كليه الطب الخاصه في مصر اكتر طبعا من الربع مليون او النص مليون، هيبقى اكتر من النص مليون دلوقتي. ده لو انت في مصر في كليه خاصه. لو في كليه اهليه برضه هتصرف مبلغ وقدره ما كسرش النص مليون. طيب فالاحسن ان انت تخلص الشهاده الحكوميه بتاعتك وبعد كده يبقى عادي. لا طب انا بقى عايزه اسافر وماليش دعوه، اهلي موافقين على التكلفه وما عنديش اي مشكله. والله انا شايفه ان ده يعني مش منطقي بصراحه، ان انت تسافر تدرس الطب بره، شيء مش منطقي. لان اولا في مصاريف للانترناشونال ستودنتس. انت لو سافرت انجلترا ولا سافرت امريكا هتدفع لك قرب الربع مليون بعملتهم هم، تمام؟ يعني تكلفه الطب في امريكا ربع مليون لنص مليون دولار للانترناشونال ستودنت. ده غير ان انت اصلا مش هتبقى يعني مش هيوافقوا عليك. ليه؟ لان هم بيبقوا محتاجين شهادات قبل ما تخش الجامعه. عايزين شهاده في العلوم من عندهم هم، وعايزين اختبار اسمه MCAT من عندهم هم برضو. والMCAT ده ما ينفعش انت كانترناشونال ستودنت تختبره غير وانت مخلص كليه الطب. فاحنا يعني بنلف حوالين نفسنا، ملهاش لازمه. في انجلترا مثلا المصاريف السنويه من حوالي 20,000 ل 40,000 انجليزي في السنه. والله البلاد اللي هم في شرق اوروبا زي بولندا مثلا نفس الكلام، عايزين ان انت تبقى تفهم بولندي. لو ما تفهمش بولندي خلاص يبقى تروح كورس اجنبي، كورس بيتكلم بالانجلش. وفي نفس الوقت المصاريف برضو هتبقى غاليه زيها زي المصاريف بتاعتك هنا في مصر. فانت عملت ايه؟ وبرضو هيبقى مطلوب منك انك تمتحن المعادله لو عايز تسافر تشتغل في انجلترا او في امريكا فيما بعد. لكن لو هتكمل في بولندا دي حكايه ثانيه، يعني ساعتها هتبقى حكايه ثانيه لو انت هتكمل في بولندا. وبعدين زي ما بقول لكم شرق اوروبا ما هياش البلاد اللي هي مستقره ماديا جدا ان انت يعني ايه تبقى عايز تسافر لها وتسيب مصر الحبيبه. طيب في اوبشنات ارخص شويه زي سيبيريا وزي تركيا، بس زي ما اتكلمنا انه في الاخر المصاريف هتبقى قريبه للمصاريف بتاعت مصر. يعني مثلا سيبيريا المصاريف بتاعتها من اول 3000 ل 8000 دولار ده في السنه، طبعا غير مصاريف الفيزا ومصاريف السكن ومصاريف تانية كتير. في تركيا المصاريف من 5000 ل 12000 دولار برضو في السنه، برضو ما حسبناش مصاريف المعيشه والفيزا وما الى ذلك. طيب في بلد بقى، وهي دي بقى انا اتفاجئت بصراحه وانا بدور وانا بحضر للفيديو ده، وهي المانيا. المانيا الدراسه فيها تعتبر ببلاش، لان هم الجامعات ما بتاخدش رسوم، هي ممكن تاخد رسوم هم بيقولوا عليها بسيطه، وهي تقريبا حوالي 500 يورو في الترم. ف 500 يورو في الترم بالنسبه او مقارنه بالجامعات الثانيه وبالنسبه لمصر برضو كويس. طب نروح نذاكر عايزين ندرس بقى طب في المانيا، خلاص احنا هندرس طب في المانيا. تعمل ايه بقى؟ اول حاجه تحضر اللغه ويبقى معاك B2 او اعلى، تمتحن الامتحان بتاعهم، ليهم امتحان للقبول دخول كليات الطب. ثالث حاجه ان انت تعمل الفيزا. رابع حاجه تثبت ان انت عندك دخل يكفي عيشتك هناك، تمام؟ ايه كمان؟ يعني كل ان انت تعمل CV وابلكيشن. يبقى ايه؟ ان انت تنين بقى. انت متخيل انت بتنافس مع اولاد بلد، يعني الالمان والاوروبيين والهند بما ان الهند دي قاره لوحدها، والصين مثلا لا. فانت لازم تعمل بورتفوليو او تعمل CV يقول ان انت بقى مفيش زيك عشان خاطر تتقبل في الجامعات دي، لان نسبه القبول بتبقى ضعيفه وبتبقى قليله. فاهي جامعه ببلاش صح، او ب 500 يورو في الترم اوكي، ولكن الصعب قوي الدخول ليها. بس فده باختصار شديد
تذاكر تدرس طب هنا ولا بره، ولو هنا حكومه ولا خاص، ولو بره في اني بلد. بس واشوفكم الفيديو الجاي.